هندخل هنا في المدخل بتاع الصحن. خلونا نشوف صحن المسجد بالقباب اللي عليه من فوق المشهورة. نفس العمارة. خلي بالكم اللي عمل العمارة دي كلها، أنا عايز بس أقول حاجة عشان احنا كنا بندرسها دايما عندنا في التاريخ، إن العثمانيين لما فتحوا مصر خدوا العمالة المصرية المهرة وخدوهم ليبنوا العمارة التركية اللي هي العثمانية. فلما نيجي نعرف ان احنا مصر الفاطمية اقدم من العثمانية، فلما نلاقي ان مثلا مسجد ابن طولون او المساجد القديمة الاقدم من المساجد اللي احنا فيها كده، فلازم نعرف ان في ايد مصرية ورا العمارة دي. الله اعلم انا صح ولا غلط، المؤرخين هم اللي يقولوا او الناس اللي هم المختصين هم اللي يقولوا، لكن انا اعتقد ان دي ايد مصرية خالصة يعني. وانا ما اعرفش ايه اللي هنا ده بس يا شواهد. انا لو نزلت يا خبر ابيض على الفلوس، ما تفتحوا لنا باب يا جدعان. بس انا ماليش انا في الهاكس ده يعني هلم كل ده وامشي. ايه الفلوس دي بقى؟ هم بيدخلوا لها منين؟ هناك بص الشباكين دول مربوطين ببعض، يروح فاتح الجنزير ويروح داخل واخد. هي طبعا عملات عبيطه، ده كلها 5 ليره وكلام فارغ يعني، بس هم تبرك، نفس نظريه التبرك اللي هي بتاعت الاولياء. طيب خلونا ندخل، واضح ان الفيديو طويل جدا هنضطر نجزأ. خلونا ندخل ونشوف مسجد سلطان القولون. ايه بس هنا والله يا جدعان في حاجه غلط. الجوع بقى ولا ايه، انا مش عارف يعني. بس انا لسه واكل بقى. انا تقريبا كده شربت برد لان احنا هنا في حته عاليه وانا مش معايا الجاكيت وكل حاجه، بس ما كنتش لبسته للاسف. طيب بصوا بقى اول دخل. انا يعني طبعا هم هنا كل المساجد جامده يعني، والعماره بتاعتها جامده جدا، وكلهم بيصروا على الله، محمد، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، في اصرار، وده شيء مش وحش يعني. هنا ده شيء جميل لان ده مذهبهم وده منهجهم ومنهجي، فاحترام حتى لو انت مخالف فانت بتحترم الصحابه اللي عصروا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب أنا هدخل على جوه، بس تقريبا التصوير جوه قد يكون علم فلسطين. خلونا خدنا لقطات من قلب الكاميرا، حتى الأم ذات نفسها. فلسطين عقيدة يعني عندنا، هي مش كفلسطين كدولة، ولكن أي مساس بأي جزء في ظلم للناس اللي بتتمس فيه غير مقبول، وبالتالي خلاص كده احنا شفنا الجزء الكبير، نقعد بقى نقرأ ونشوف هنعمل. أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالجولة البسيطة اللي في السلطان مسجد أو جامع سليمان القانوني. أنا كنت بقول القولونة، خليكم فاكرين بس عشان تعرفوا
ان الجوع وحش. حسن وحسين يقولوا الجوع وحش يا جدعان والله، بس هو مش جوع، هو مرض في القولون يعني، فعلى طول شغلني عشان التعب. اشكركم بشده واتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالتغطيه البسيطه دي. طيب لما خرجت من المسجد بعد صلاه المغرب، مسجد السلطان سليمان القانوني، فلقيت المنظر هنا بالليل بشكل تاني خالص. وانا بصلي كل اللي جه في بالي ان انا هخرج فعلا اصور من هنا وادعو لفلسطين، وادعو بزوال اسرائيل او بكسر قوتها كما وعدها الله، وان شاء الله باذن الله هي اخر ايامها هي والامريكا باذن الله، وربنا مش هيوعدنا ابدا الا بالوعود الصادقه. فاللهم انصر اهلنا في فلسطين، اللهم انصرنا على الطغاة المجرمين السفاحين، والله عن يقين باذن الله هذه اخر ايامهم. واللي يفتكر كلامي عن ويت 2020، احنا في بلد غير البلد وفي ارض غير الارض، وبنقول ان شاء الله باذن الله هتتم، وخلال سنوات بسيطه قبل سنه 27 باذن الله 2027 هتكون رايحه في مزبله التاريخ، لان ملهاش مكان تاني غير كده. فلتسقط اسرائيل ويسقط كل من يدعمها ويسقط كل من والاها ويسقط كل الخونه. والله اكبر.